نحن أسرى المبادئ وأبناء هذا الإسلام، ولا نستسلم إلا لعقيدتنا، ولا نذل إلا لثوابتنا التي ربانا عليها محمد صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فها هي تلك الأيام الطيبة تتوالى، وهلالها يغيب شيئا فشيئا عن سماء المسلمين، وكأنك تنظر إلى هذا الضياء الساطع وهو يختلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سلم الله لهم رمضان وأعانهم فيه على صيامه وقيامه، وتسلمه منهم بفضله ورحمته، إنه أجر مسؤول. حياتي انت يا رمضان، حياتي انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاة، انت طوقي للنجاة. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة. إن الله سبحانه وتعالى وعز وجل عندما امتحن أمة الإسلام بصيام شهر رمضان آمرا إياهم بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كانت هناك ثمرات وراء هذا الصيام ووسائل للوصول إلى هذا الصيام الذي ترجى بركته وتؤمل ثمرته. حياتي انت يا رمضان، حياتي انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاة، انت طوقي للنجاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها هي تلك الأيام الطيبة تتوالى، وهلالها يغيب شيئا فشيئا عن سماء المسلمين، وكأنك تنظر إلى هذا الضياء الساطع وهو يختلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سلم الله لهم رمضان وأعانهم فيه على صيامه وقيامه، وتسلمه منهم بفضله ورحمته، إنه أجر مسؤول. إخوة الإسلام عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى
إن الله سبحانه وتعالى وعز وجل عندما امتحن أمة الإسلام بصيام شهر رمضان آمرا إياهم بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كانت هناك ثمرات وراء هذا الصيام ووسائل للوصول إلى هذا الصيام الذي ترجى بركته وتؤمن ثمرته. الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم ما جبل عليه العباد حفزهم واستجاش هممهم واستثار كوامنهم بالفضائل التي نشرها وذكر بها عباده. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه الله تعالى أن النفوس لا تعمل إلا لعوض، فالله جل وعلا أمر عباده بطاعته وبين أن العوض المأمول والمرجو إنما هي جنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع أن القلوب ربما يغيب عنها الوعي لضعف تصورها لهذا النعيم وقلة تأملها ذلك الفضل الكريم، فعجل الله لهم بعض الثمرات في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مراد الله في كتابه في قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون. روت عائشة رضي الله عنها أن الله تعالى ما ذكر السائحين في كتابه إلا وأراد بهم أهل الصوت. وقال بعض أهل العلم: وإنما سمي الصائم سائحا لأنه يسعى بلا طعام ولا زاد، فإذا حان وقت طعامه وشرابه تزود في أي موضع قام فيه، فسمي الصائم سائحا من أجل ذلك. ولما هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أراد رب العزة جل وعلا أن يعطيهم درسا عمليا ليبين لهم قيمة الإيمان وطاعة الرحمن. قال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيدات وأبكارا. ولما طلق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة نزل عليه جبريل من السماء بوساطة من الله جل وعلا آمرا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يراجعها لعلة. ما هي تلك العلة؟ العلة التي جعلت رب العزة جل وعلا يرسل جبريل إلى النبي ليراجع حفصة هي ما قرره جبريل. قال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. إن الصيام والقيام جعل رب العزة جل وعلا يرسل أمين الأمة جبريل عليه السلام ليأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته التي طلقها، وراجعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صوامة قوامة. إن الصيام عباد الله لا مثل له في العبادات بعد توحيد الله تعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فعن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت مع سرية للجهاد في سبيل الله، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله لنا بالشهادة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام:
من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ثم قال ابن رجب إلا الصوم فإنه لا يعلم تضعيفه ولا أجره إلا الله تعالى، ولذلك قال وأنا أجزي به. قال ابن عبد البر فالكريم إذا جاز بنفسه بغير وساطة أعطى بغير حساب. قال عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وانتبهوا يا معشر المسلمين، ما منا إلا ظالم لنفسه أو ظالم لغيره، وما منا إلا مستوفى منه بين يدي الله يوم القيامة إلا من رحم الله جل وعلا. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم إفلاسه للذين تعدوا حدوده وظلموا عباد الله وأساءوا. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قيل يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا المايك هو ده النبي خلاص. لا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هو الصب يرن بطريقة مش كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا معنى في الصيام ليس لغيره. قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قيل يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا تليت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا قال كل عمل كفارة إلا الصوم فإن الله يجزي به. وقال سفيان بن عيينة إذا كان يوم القيامة استوفى الله تعالى المظالم من الصلاة والعبادة ثم يبقي الصوم ليدخل به عبده الجنة. يستوفى من كل العبادات إلا الصوم، فالصوم يدخر للعبد رحمة من الله تعالى حتى ولو كان ظالما ولو كان مسيئا ولو كان معتديا فتوفى المظالم من كل الأعمال إلا الصوم، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما قال الله تعالى. وكما قرر ابن عيينة كل الأعمال تستوفى إلا الصوم فيدخل الله به عبده الجنة. إن الصيام عباد الله أمره عظيم فشأنه جليل خطير، وكما قال الله جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن الصيام كفارة للخطايا والذنوب والمعاصي التي اجترحناها في عامنا، وأدخل الله تعالى علينا ستره وما ادكرنا واتعظنا. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة
مراوسة، إنه يعلم عاقبة الذنب وسوء منقلبه، فيتمنى أن لو كفر له ذنب واحد وأنه دعي على رؤوس الخلائق جميعا يوم القيامة لعبد الله بن روسة. إن الذين لا يستشعرون عظم الذنوب ولا معنى الجرأة على الله لا يستشعرون معنى تكفيرها. إنهم أبعد الناس عن فقه تلك المعاني والقيام على تلك الحقائق والتعبد لله جل وعلا بتلك الشرائع. صيام جامد جاف غليظ، هم أحدهم أن يملأ في الليل بطنه وأن ينام بالنهار من عينه، وما هي إلا سويعات تلو سويعات يأخذ بعضها برقاب بعض، تمر تلك الخطوة ثقيلة على قلبه. ولو أن هذا الشهر كله ليلة أو أنه نهار يلقي فيه ببدنه على فراشه. هؤلاء المغرورون أين بركة الصيام في حياتهم؟ أين بركة الصيام في سلوكياتهم؟ أين بركة الصيام في تصوراتهم وأهدافهم وطموحاتهم وأمانيهم؟ أين بركة الصيام عباد الله وسط أهل غفلة لا يمرون على آية ولا عبرة إلا وهم معرضون غافلون؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من الرسائل التي تصل إليك من الله، آلاف تلو الآلاف، والله الذي لا إله غيره إنها ربما تصل إلى الملايين. بمجرد أن ترى المرضى والمستضعفين والمساكين، بمجرد أن تسمع آيات الله جل وعلا وترى المواعظ، بمجرد أن تفقد حبيبا أو يغيب عنك سنا أو يتأخر عنك ولدا، كل تلك المشاعر كل تلك الرسائل إنما تتحرك لها مشاعر الصادقين الذين فقهوا مراد الله تعالى من إرسال تلك الرسائل. ولكن تبقى كلة من الناس غافلة معرضة لا هم لهم إلا ملء البطون والنوم ملء العيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنا نسألك أن تردنا والمسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن تأخذ بنواصينا والمسلمين إلى الهدى، وأن ترفع عنا آفات الغفلات برحمتك وأنت أرحم الراحمين. تكفير الخطايا عباد الله أمره جبل عظيم لا يفقهه إلا أولئك الذين عرفوا معنى أنه عصى الله وتبعات تلك المعاصي. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار مسيرة 70 خريفا. ففي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. الفتنة يعني الذنوب، تقصير الرجل في ماله وفي أهله وفي ولده وفي طاعته لله تعالى في عامة أموره تكفر بالصلاة والصيام والصدقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير، ثم يؤتى يوم القيامة، فإذا كان من أهل الصلاة دخل الجنة من باب الصلاة، وإذا كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، وإذا كان من أهل الصيام دخل من باب الريان. فإذا دخل الصائمون أغلق خلفهم فلا يدخل بعدهم أحد. إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله العظيم الحليم الكريم جعل بابا من أبواب الجنة 8 للصائمين لا غير. إن في الجنة بابا
علينا إن شهر رمضان يمنح الله تعالى فيه العبادة كل يوم عندما يفطرون دعوة لا ترد. وما أدراك ما غفلتنا عن تلك الدعوات للصائم عند فطره دعوة لا ترد لا ترد. وإذا أردت أن ترفع يديك فتدعو الله تعالى بالرضا والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وانشراح الصدور والإقبال على الله جل وعلا. ادعو الله تعالى أن يجعل ميراثك من الدنيا حبا والشوق إليه وتعلق القلب به جل وعلا. ادعو الله تعالى أن يرزقك خير الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: المسافر والصائم والمظلوم. وفي رواية المسافر والصائم ودعوة الوالد على ولده. فلا تنسى عبد الله عندما تفرح بفطرك كما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر طبيعي جبلي أقرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على حظ النفس، لأن الله تعالى لم يأمر العباد أن يكونوا ملائكة، وإنما هم بشر متعبدون لله جل وعلا. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، إن الصائم له مكانة عظيمة عند الله جل وعلا. رجل من السلف كان يسمى بعبد الله بن غالب الحداني، لما مات ودفنوه في قبره وجدوا بعد أيام رائحة المسك تفوح من قبره، فتعجبوا من تلك الحالة. وبينما هم متعجبون إذ رآه بعض الناس في المنام، فقال: ما تلك الرائحة التي خرجت من قبرك؟ قال: تلك رائحة التلاوة وظمأ الهواجر في اليوم الصائف. تلاوة القرآن والصيام جعل هذا الأمر أمرا محسوسا يطلع الناس عليه. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الصحابة رضي الله عنهم لم تحدث لديهم كرامات كثيرة، لأن إيمانهم لا يحتاج إلى الكرامات التي تزيد الإيمان. فكلما ضعف إيمان الناس كثر
موازنة جميلة والله. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الشهيد قال من كلم كلما في سبيل الله حرم الله عليه النار ويؤتى يوم القيامة بمثل ما كلم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأراد النبي أن يبين أن فم الطائر أطيب عند الله من دم الشهيد، لأنه لما مدح دم الشهيد انتبه قال اللون لون دم والريح ريح مسك. ولما تكلم عما تتأذى به في صيامه قال أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من الشهيد. هذا الذي تجده. فإذا كان أسوأ شيء أطيب عند الله من ريح المسك فكيف بتسبيح الطائر؟ أين مقامه عند الله؟ وصلاة الطائر وتلاوة الطائر وقيام الطائر أين مقام هذه العبادات إذا كان هذا الشيء الذي يتأذى منه الجميع أطيب عند الله من ريح المسك؟ فانتبهوا يا أولي الألباب وانتبهوا يا أولي الأبصار، فإنها والله آيات من الله جل وعلا ينبغي أن نفقهها وأن نقوم عليها. إن الخاسر على الحقيقة هم أولئك الذين انشغلوا بدنياهم وأهوائهم عن طاعة الله تعالى. أي خسارة أعظم من تلك الخسارة التي يعرض فيها العبد عن الصلاة وعن القيام وعن قراءة القرآن وينشغل بالدنيا وموتى. احنا في موتى، كله في موتى، ولكن هذا الموسم هو موسم جنان يجني العبد في الدنيا ويزرع في الدنيا ليجني عند الله يوم القيامة. موسم حقيقة. وأي موسم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وقال آمين، ثم الثانية قال آمين، ثم الثالثة قال آمين، ثم قال للصحابة وانتبهوا يا إخوة الإسلام، قال أتاني جبريل فقال يا محمد رحم أنت عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه صلاة كاملة إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام فقال لي قل آمين فقلت آمين. ادعى عليه دعا عليه. قال ورحم أنت رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما حيا ثم لم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. قال ورحم أنت رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. عايز طلع ربنا ما غفرلوش، وربنا ما غفرلوش لأن ربنا لا يريد أن يغفر له، لا، لأنه لم يتعرض لمغفرة الله، لم يتعرض لرحمة الله. هو نايم بالنهار سهران بالليل. مساكين والله يا اخواننا الشباب اللي هم قاعدين على المقاهي بالليل في رمضان، مساكين دول غلابة. لو ان هم فعلا يعرفوا يعني ايه رحم أنت رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. مساكين الناس اللي هم جالسين في البيوت عمالين يجلبوا في التلفزيونات ويسمعوا مش عارف ايه ويتابعوا ايه سوق المصاف واللعب بالليل. مساكين. ورمضان فيه الكلام ده موت. رمضان ما فيهوش الكلام ده انت يا دوبك الزاد كده حتى ما بتسجلش علشان تستشعر حلاوة العبادة. مفيش الكلام ده في رمضان، حتى ولو كان مباح مفيش برضه. مباح ايه ده؟ هو رحم أنت من لم يتعرض لمغفرة الله. ايوه هو يستاهل، هو مش عايز، هو ادى ظهره ربنا، هو مش عايز اصلا، لان هو لو عايز كان تعرض لرحمة الله. رحم أنت عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. خاسر والله، خاسر خسارة ما بعدها خسارة. أريد يعني أن أختم هذه الجمعة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في باب كده في رمضان، وأنا لا أريد أن أختزل هذا الباب في جزئية معينة حتى لا يفهم الباب، وإنما إيه أمر مفتوح الدنيا في كل الدنيا. كان حال النبي في رمضان كما روى البخاري
كل رمضان كده اعمل لك انت مشروع على اساس تقول للناس سبحانه وتعالى يا ربي انا اتقرب لك واتعبد لك بهذا المشروع لله، مشروع لله في رمضان. كتير جدا بنتكلم ان النبي قال والصحابه عملوا، وطبعا كتير من الناس، انا النهارده مش هقول لك النبي قال ولا الصحابه عملوا، مش لان ده احنا، لان احنا جات لنا مناعه احيانا من الكلام ده. انا هستثير همتك برجل كافر، وانا لا احكي هذه القصه تعظيما للكفار، لان الله تعالى يعلم انهم اقلوا على الله تعالى من الجعلاء، وانهم انجس من النجس. كفار يهود نصارى مجوس هم انجس من النجس، وامر الله تعالى بالبراءه منهم. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، ولكن ربما تستثار بهم لما يتحدث عن امثال هؤلاء. واحد كان اسمه تيري فوكس، وكان هذا الشاب يعني ابنه 18 سنه بيلعب سله وعداء العاب قوه، وفجاه وهو في اوج النشاط والشهره ابتلاه الله تعالى بالسرطان. بدا السرطان يتحرك في البدن بسرعه، بقى كويس، فراح مستشفى مفيش علاج، فقال مفيش مشكله انا كده كده ميت، طب لابد ان هو يسعى ويعمل عمل مشروع، يعني مع ان هو مشرك اصلا، هو كان نصراني مش مسلم، وهو على شركه اراد ان يعمل عملا نافعا لامته الكافره. هو كان من كندا، عمل ايه؟ قال ان هو يلبس الشورت بتاعه، وكاد 24 مليون واحد، فهو يجري في كندا كلها لان هو عداء ولاعب سله، يلف على الكنديين واحد واحد، كل واحد في الشارع يكلمه ويقول له اتبرع بدولار واحد علشان مرضى السرطان مش لاقيين علاج، مفيش حل. فهو عايز يعمل مركز بحث علمي ويجيب خبراء اطباء وندرس ازاي نعالج ونقاوم على السرطان. وهو مات وخلاص، بس اللي يجي بعد كده ما يموتش. كريم؟ فهو عايز يعمل مركز بحث علمي، هو مات مش مشكلته ولا بينم من نفسه، ده هو بيقول انا اعمل حاجه لكل الناس اللي بيعانوا مما اعاني انا منه. المهم كان ناس يعني لما اراد ان يعني يعدو في كندا، سبحان الله الطبيب قال له لابد من بتر الساق لان السرطان هينتشر ومفيش حل اخر، لابد من بتر الساق. خلاص استسلم وبتر الساق، الامل مات ما ماتش، راح ركب عجله حديد. انا شفت والله، شفت الصوره بتاعته وهو بيجري، صوره حيه متحركه، لابس البتاع اللي هو الحديد في رجليه ولابس الشورت، وعمال بقى شفت انت واحد رجليه مقطوعه عمال يهجم كده، وجرى 5000 كيلو في 143 يوم. وهو بيجري 5000 كيلو في 143 يوم جمع من الكنديين 28 مليون دولار، وهو لسه هيكمل حتى بألم قوي جدا في صدره. الألم ده منعه ان هو يكمل ذلك، فراح الدكتور قال له بس الرئه جالها السرطان والعظم دخل فيه السرطان، مش ممكن ابدا تجري تاني، الامل بتاعه ما ماتش. جلس في المستشفى وبدأ يكلم الناس ويكتب لهم دعوات مكتوبة، كل الناس يجوا يزوروه ويكلمهم عن مركز البحث العلمي اللي هو بيحلم بيه علشان معالجة السرطان. وبدأ كل اللي داخل واللي طالع واللي داخل واللي طالع، لحد ما بدأ الناس فعلا يعني اللي هم عايزين يقولوا عايزين مسألة تنمية قدرات وإرادات ومواهب، كلهم ياخدوا الناس ويروحوا في المستشفى ويتكلموا معاه ويسمعوه لحد سبحان الله ما مات. هذا الرجل مات على نصرانيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلم. مات الأثر بتاع تليفوكس ده ما ماتش والله. سنة 2011 في مصر هنا كل سنة 2010 كل سنة في الدنيا كلها بيعملوا ماراثون جري كده اسمه ماراثون تليفوكس. في اوروبا عملوا الماراثون السنة اللي فاتت، جمعوا $1.5 مليار لمرضى السرطان. في مصر هنا جمعوا 85,000 جنيه في ماراثون تليفوكس علشان مرضى السرطان في المستشفيات. ولحد النهارده كل سنة بيتعمل ماراثون. عجيبة ان المسلم عادي، يعني المسلم صار بالنسبة له. طب ليه؟ انت بترجو رحمة الله تعالى
المجتمع ده مشكلته الحقيقة مش العيش ولا الفلوس، مشكلته الأفكار والمبادئ. والله ولا أدل على ذلك من المحنة اللي فاتت. ناس كثيرة جدا كانت بتاخد وتدي مع أعداء الله جل وعلا، واتفتحت مساحات دعوية كبيرة جدا، ولكن على الفاضي. اشكال بس لما جينا في وقت المشاكل لقيت ده رايح شمال وده رايح يمين وده بيطلع فوق وده بينزل تحت، لأن مفيش مفاهيم واضحة. يا اخوانا هو النبي عمل كده، احنا نخالف النبي ازاي؟ النبي قبل ما يتحرك لأي قضية حط المفهوم وثبته، وبعد كده جاهد من أجله. أنا أتحرك من غير مفهوم ازاي؟ أتحرك من غير تصور ازاي؟ ده في ناس أصلا لا تميز بين أولياء الله وأعداء الله. في ناس بتقابل أعداء الله تسلم عليها وتبصها كده وتحارب أولياء الله. طب ازاي ربنا ينصر دول؟ ازاي يعني؟ فاحنا عايزين نقول بكل بساطة ان المجتمعات متى تمكنت منها الرؤية ووضحت الفكرة تحركت بكل سرعة، وربنا عز وجل يأخذ بناصيتها الى الخير والبر. مش مغلبة، هي قوانين ثوابت ربنا وضعها. انا برضه عايز اختم الكلام واقول لكم ان المسجد بتاعنا ده مديون، دي حقيقة مديون. والاستاذ محمد رضا خيرا اروح يمضي الشكايات على نفسه على سير المسجد مديون فعلا سليم. يعني مش عايز اقول بقى يا اخوانا لو دي كنيسه كانوا النصارى علقوا لها مش عارف ذهب وفضه ومش عارف الكلام ده، مش محتاجينه. والمشكله كمان ان احنا مش عايزين بيوت ربنا تحتاج. يعني انت تيجي من نفسك تقول المسجد ده محتاج حاجه نجيب له اي حاجه؟ يعني هو المسجد ده مسجد زي بيتك بالظبط. بيتك ده طبعا لو قبل لو لمبه خربت مالهاش دخل، حتى لو المسجد اتهد فهم ما لهمش دخل، هو اللي بيضربوا خلاص زي حالاتي كده. خدت بالك؟ فهي الفكره كلها مش داخل الموضوع. فده زي بيتك، يعني في حاجات بتفسد وبتتكسر وبتتلخبط وحاجات بتتجدد ومباني بتتبني. فالمفروض ان الناس ما تقولش في المسجد محتاج. عيب على المسلمين ان يقولوا المسجد محتاج. طبعا لو في الصناديق الاخوه واقفين بره عشان يجمعوا الطبقات، ولكن الامر مش متوقف على كده. الامر متوقف الناس الطيبين اللي زي حضراتكم هيقولوا الاستاذ ابراهيم ولا ماسك الحصاله هيقولوا انتم محتاجين ايه الاخبار، ناقصكم ايه، الراجل اللي مضى الشيكات ده نطلعه ازاي من الورطه دي، ممكن نتسجن ونرتاح هنعمل ايه، تبقى مشكله. خدت بالك حضرتك؟ طب انت بقى سامع في ان احنا ما نقولش بيت ربنا محتاج. عيب يا اخوانا والله، عيب لما نقول بيت ربنا محتاج. يعني نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، فيجعلنا واياكم ممن يأتسون بالنبي من انفق زوجين في سبيل الله وجبت له الجنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل رمضان الذين صاموه وقاموه مخلصين لله جل وعلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم والدينا وابناءنا ومن لهم حق علينا. اللهم اسكنهم فسيح جناتك واعتق رقابهم من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وانت ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.